يسعد مساءكم وكل أوقاتكم أعزائي المتابعين. اليوم جبت لكم وصفة من أذكى وصفات السبانخ. اللي ما بحب السبانخ إلا معجنات راح يحب هاي الوصفة كثير كمان. زي ما انتوا عارفين السبانخ لازم ينغسل أكثر من مرة حتى نتأكد إنه كل الأتربة نزلت منه. لهيك بنغسله مرتين أو ثلاث وبنصفيه. اللحمة المفرومة أساسية ولكن بكمية قليلة حتى نستفيد من السبانخ أكثر. بعد ما نقلب اللحمة مع البصل والزيت نرفع نصها على جنب حتى نضيفها في النهاية للتزيين، والنصف الثاني من اللحمة بنضيف له السبانخ، رشة ملح ورشة فلفل أسود، بنحرك وبنحطه على نار متوسطة، والطبخ بدون الماء نهائيا لأنه السبانخ فيه ماء كافي حتى يستوي هو واللحم المفرومة. بنخفف الحرارة على السبانخ وبنغطيه، وقبل هيك بنكون احنا ناقعين الرز ونبدأ نحضره مع الشعرية مثل ما هو بالفيديو. مكعب الماجي مع الأرز المفلفل بيعطي طعم مميز. الآن للتزيين اللحمة اللي احتفظنا فيها جانبة بنقليها بزيت وصنوبر ثوم مهروس، وهذا هو السر في وصفتنا لليوم، راح يعطي طعم للسبانخ غير شكل.
والآن اللحظة اللي بنستناها، بنصحكم تجربوا هاي الوصفة إذا كنتوا بدكم وصفة سبانخ مختلفة. وصحتين وعافية. كان معكم بيسان مع ماما بالمطبخ. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وأهم إشي تفعيل الجرس. بحبكم كتير، بوسات كتير. باي.